ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدا الفيديو. قلت لكم شويه نابت كده رهيبه رهيبه رهيبه. كل سنه وانتم طيبين. الجمعه العظيمه جايه وكله بينبت فول وياكل برضه في الصيام الكبير. بس عملت لكم بطريقه حلوه وجديده، اتمنى ان هي تعجبكم وتجربيها. وهنمشي خطوه خطوه من تنبيت الفول لغايه لما بقى بالشكل ده. يلا نشوف. دي كده معانا فول انا نيخته من امبارح بالليل، عايزه انبته. شايفه هنا دي بتتفتح بيطلع الشنب بتاعها. تمام. هسه انا خليته ليله واحده، فهغسله واجيب واحط في مصفى، واقعد كل لما اخش المطبخ اعمله بميه لغايه لما الشنب بتاعه يطلع هنا زي ما شايفه كده. بعد كده نشوف هنعمل. ادي كده غسلته زي ما شايفه، خليته نظيف لغايه لما يكونش فيه ميه سودا. بعد كده هجيب المصفى بتاعتي، احط بشكير او فوطه تكوني انتي بتستعمليها، نحطها كده، نحط عليها الفول بتاعنا ونغطيه اهو. اجيب ميه عادي كده، سيبه. انا مش عارفه هياخد كام، اول مره انبت نعملها كلها بالميه كده. وكل ما تخش المطبخ رشي شويه عشان ما ياخدش وقت كتير وينبت معانا سريع. لو ما عندكيش وقت ممكن مرتين، لكن لو عندك وقت ممكن 3 مرات في اليوم. كل ما تخشي بس اعملي له كده، هو هينبت لوحده. اشوفكم كده لغايه لما ينبت. زي ما شايفه كده معايا هو نبت، طلع الشنب بتاعه. انا نيخته من يوم السبت بالمسا كده، خليته في مويه منقوعه. وبعد كده صفيت المويه يوم الاحد وحطيت، جبت فوطه زي ما شوفنا كده في اول في الفيديو. والنهارده الاربع شايفه كده نبت معايا. كنت كل شويه لما اخش المطبخ ارش عليه. فهنشوف الطريقه وانا اتمنى ان هي تعجبك. هجهز الحاجات. عايزه نص علبه طماطم او 3-4 طماطمات تقطعيها كده، بس انا عندي طماطم جاهزه فدي نص علبه. شويه فلفل، ربع ملعقه فلفل اسود. عايزه 5 فصاص توم هرساهم معايا كده. مرقه بودرة زي ما شايفة، تستعملي اي حاجة، ممكن تستعملي ملح. عايزة ملعقة صغيرة من الكزبرة. وهنشوف معانا خطوة خطوة هنعملها. ادي معاي كده يا ستي الكل. معاي حلة ممكن تعمليها في حلة الضغط. هحط شوية زيت حلوين ونحمر التومة، اديها لون يعني يكون جولدن براون. ادي كده هنا اللون. التوم اخد معانا لون زي ما شايفه كده. هنطش عليه الطماطم، اللون ده حلو كده خالص. نوطي النار وخليها تتسبك كده الطماطم، ونحط البهارات وتظبط الملح بتاعك او المرقه. ادي كده بعد ما خليته شويه هحط الفول بتاعنا وخليه 5 دقايق. انا وطيت النار على الاخر وانا دقت المرقه لقيتها كويسه. بعدين ممكن لما نحط الميه ممكن تكون محتاجة. خليه 5 دقايق كده، نغطي عليه وحطيه على نار هادية عشان كده ياخد من الصوص ويبقى طعمه حلو. ادي كده بعد 5 دقايق هنطش عليه ونحطه على نار هادية. هقلل النار بس الموية تغلي معانا. زي ما قلت لك ممكن تعمليه في الحلة الضغط. وهنا اكيد هيكون عايز ملح او مرقة. هجيب مية تاني. هنا انا حطيت مرقة. تمام. هغطي عليه يغلي وبعد كده اوطي النار. ادي هنشوف النابت كده مع بعض. اخد معاي 25 دقيقة. شايفة بيجي مزبط. ناخد واحدة. شايفة انا لو خليته كده هيتهري زيادة. يلا نغرف ونشوف. ادي كده معانا النابت خلص زي ما شايفة كده. صراحة ريحته حلوة وطعمه رهيب. والمرقة بتاعته انا ظبطت المرقة بتاعته او الملح على راحتك. وادي كده في ناس بتسلق الفول في الاول في حلة او في حلة الضغط وتحط معاه عصير ليمون ويحط معاه بصلايه، وبعد ما يطيب يروحوا يعملوا الطشه دي. بس هو يعني طاب ما خدش وقت، يعني انا اخد معايا 25 دقيقه بس على النار ونار هاديه ومش محتاجه حله ضغط ولا حاجه. بس دي حاجه بترجع لك انت، لو ما عندكيش وقت ممكن تديها علامه في حله الضغط ويكون جاهز. فادي كده يا ستي. بصراحه الطريقه دي حلوه. وادي ده كان الفيديو بتاعنا لغايه لما نلتقي فيديو جديد ان شاء الله.